صباح الخير يا عايده. صباح النور يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اوعي تنسي انك معزومه عندنا النهارده على الغدا. للاسف يا ماما مش هقدر اجي، اصل حسام اتصل من شويه وقال انه هيرجع من القاهره النهارده. طب ما يجي علينا يا عايده، الا انت والعيال وحشني خالص. خليها يوم تاني يا ماما، الا انا تعبانه شويه. ايه يا عايده مالك؟ مفيش يا ماما، دول شويه ارهاق من شغل البيت. طب خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، واديني يوم اكلمها او احمد. يا ماما الولاد في المدرسه، انت نسيتي ولا ايه؟ يوه يظهر كده الواحد ما بقاش عنده ادراك الايام دي. على كل ابقي سلمي عليهم على ما تبقي تيجي واشوفهم. مش هعطلك اكتر من كده عشان تشوفي اللي وراكي. مع السلامه يا حبيبتي. عايزه حاجه يا محاسن قبل ما انزل؟ ايه رايح برضو القهوه يا محمود؟ ايوه. طب ما تجرب تقعد معايا، ناخد قهوتنا سوا، ندردش سوا. محاسن انا وعدت ابراهيم ومتولي اني رايح اقابلهم في القهوه، وبعدين ما هي عايده جايه لك النهارده، عايزه مني ايه تاني؟ اعتذرت لان جوزها راجع النهارده من السفر. عشان كده انت زعلانه؟ كان نفسي تيجي هي واولادها ويقضوا اليوم معايا، ما بقتش اطيق القعاد لوحدي في البيت طول اليوم. طيب ما تشغلي نفسك باي حاجه في البيت، او انزلي اتفرجي على المحلات. البيت قدامك اهو، في حاجه ناقصاه؟ محمود اقعد انت معايا. انا ما اقصدش تشغلي نفسك بيا، فكري في اي حاجه غيري. عن اذنك. مع السلامه. معقوله هفضل ماشيه كده اتفرج على المحلات؟ وماله، ما هو احسن من القعده في البيت، على الاقل نمشي رجليا شويه، واهو اضيع وقت عشان اليوم يعدي. الله، الفستان ده حلو قوي العبير بنت حسين ابني، لما ادخل اشتريه واعدي عليهم، بقالي زمان ما شفتهمش. ايوه طنط محاسن، ايه المفاجأة الجميلة دي؟ كنت قريبة منكم فقلت اعدي اطمن عليكم ما دام ما حدش منكم بيسأل عني. مشاغل والله يا طنط. اتفضلي ادخلي. عاملين ايه يا هدى؟ وازاي الولاد؟ وازاي حسين؟ كلنا بخير. لحظة بس يا طنط، هدي على الاكل. براحتك يا حبيبتي، هو انا غريبة؟ تحبي تشربي شاي يا طنط؟ ماشي يا هدى. عايزة اي مساعدة في المطبخ؟ ميرسي قوي يا طنط. واخبار حسين ايه؟ قريب قوي هيعدي على حضرتك. اتمنى تصدقي في كلامك المرة دي، ده انا بقالي اكتر من اسبوعين لا شفته ولا حتى سمعت صوته في التليفون. مشاغل والله يا طنط، انت عارفة حسين ما يتأخرش عنك ابدا، اوعي تزعلي منه. ما اقدرش ازعل منه يا هدى، لا هو ولا عايدة، ربنا معاهم. خد يا هدى. ايه ده يا طنط؟ الله، فستان عجبني فقلت اشتريه العبير، كان نفسي اشوفها. يا خبر، الله، ايه يا طنط مالك وقفتي فجأة كده ليه؟ لاني لازم امشي حالا. مش معقول، هو انت لحقتي؟ ده حتى الشاي ما شربتهوش. احمد جاري سايب لي مفاتيح شقته عشان افتح لاولاده لما يرجعوا من المدرسه. وده ميعاد رجوعهم، لازم امشي بسرعه عشان ما اتاخرش عليهم. ابقي اتكلمي يا هدى. حاضر. سلمي على حسين والولاد. يوصل يا طنط، مع السلامه. فيلم ايه ده اللي بتتفرج عليه؟ ميرا مار بتاع شادية ويوسف وهبي. انت مش فاكره يا محمود؟ طبعا فاكره، ما احنا ياما شفناه. انا ما اقصدش عدد المرات اللي شفته فيه، انا اقصد حاجه تانية. الله، معقوله نسيت؟ فاكر ايه وناسي ايه؟ ما تتكلمي على طول يا محاسن يا فزوره. يوم ما اتعرض الفيلم ده وشفناه سوا كنا مخطوبين. دايما تفتكري حاجات غريبة كده وذكريات فات عليها سنين. دي ذكريات جميلة قوي يا محمود. الله، هو راح فين؟ تصبح على خير يا محاسن، انا تعبان وعايز انام. وانت من اهله. طيب. صباح الخير يا مدام محاسن. صباح النور يا استاذ احمد. انا اسف لازعاجك. لا ما تقولش كده، ده احنا جيران. هات المفاتيح. الولاد النهارده هيرجعوا بدري شويه. وماله، انا موجوده في البيت، يعني هروح فين؟ شكرا. طب سلام عليكم. مع السلامه. مين يا محاسن؟ ده احمد جارنا، كان بيسيب لي مفاتيح شقته. الله، انت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفه بكمل لبس عشان نازل. ورايح فين على الصبح كده؟ القهوه. هي القهوه دي الصبح وبالليل؟ انا خلاص، انا طفح بيا الكيل منها، مش معقوله كده. وهو المعقول ان اقعد في البيت جنبك اقرا الجرايد واحل الكلمات المتقاطعه واكلم في التليفون؟ انت عايزه مني ايه يا محاسن؟ ما تسيبيني باللي انا فيه. وانا يا محمود، انا ليه ما حدش فيكم حاسس بيا؟ ليه ما حدش مقدر الوحده اللي انا فيها ليل ونهار؟ انا خلاص تعبت من الوحده دي، تعبت بفكر اسيب البيت. ايه تسيب البيت وتروحي فين يا محاسن؟ اي مكان، لكن بالطريقه دي لا، انا هتجنن. طيب اهدي بس كده، قولي لي ايه المطلوب مني وانا اعمله. تقعد معايا، نخرج سوا. الله، نخرج نروح فين بس؟ الولاد
وكل واحد منهم مشغول بحياته وعياله. الشوارع كلها زحمة وإزعاج وضوضاء. صدقيني يا محاسن، مفيش أحسن من القعاد في البيت. زهقت منه، زهقت. وبعدين اشمعنى انت بتخرج؟ الله، انت حسداني على حتة القهوة اللي بقعد فيها بعد ما خرجت على المعاش. تحب تيجي معايا بقى ولا ايه؟ انت بتتريق عليا يا محمود؟ انا اعمل لك ايه بس؟ الله، طيب ما تفتح التلفزيون ولا تسمعي الراديو؟ زهقت يا محمود، زهقت. طب اسمع ها. اسمع يا محمود، ها. ايه رأيك لو نتمشى سوا على البحر، او نروح نقعد في مكان عام، او نقوم رحلة لشرم الشيخ او الغردقة؟ الله، انت حصل لك ايه يا محاسن؟ بحر ايه اللي نتمشى جنبه؟ ولا مكان عام ايه اللي نقعد فيه زي الحبيبة؟ الله، احنا ما بقناش صغيرين على كده. استهدي بالله وارضي بحياتك. كل اللي في سننا كده. سلام عليكم. البحر قال نتمشى عليه ايه؟ كل الرجالة كده يا محاسن. قصدك ايه يا رجاء؟ قصدي ان اي راجل لما بيطلع على المعاش بيزهق من قعدة البيت، ويفضل انه يقضي كل يومه بره لحد ما يتعود على وضعه الجديد. بعد كده هتلاقيه يرجع ويقعد في البيت لحد ما تزهقي، وانت اللي هتطلب انه يخرج. لا بس محمود بالزيادة يا رجاء، ده لو طال يبات في القهوة هيبات. الله، فين القهوة بتاعت النار؟ الكلام خدنا ونسينا. رتيبة نعم يا ست رجاء. اعملي لنا فنجانين قهوة على الريح. حاضر. بقول لك ايه يا محاسن، ايوه يا رجاء. ما تشوفي لك شغالة صغيرة كده زي رتيبة، اهي تملى البيت عليكي وتجيب لك طلبات، وهو يبقى في حد معاكي بدل الوحدة دي. انا مش عاوزة شغالة يا رجاء، مش عايزة حد يهتم بيا. محتاجة لوجود محمود جنبي، او سؤال ولادي عني. هو ده كتير عليا بعد العمر ده؟ القهوة يا ستات. حطيها عندك يا رتيبة وروحي شوفي اللي وراكي. حاضر. مش عارفة يا رجاء، عارفة انا كنت فاكرة انه بعد استقرار الولاد وبعد طلوع محمود على المعاش هبدأ اعيش حياتي، اتمتع بيها، اخرج، اسافر، اروح سينما. لكن محمود خيب ظني وقضى على احلامي. محاسن، لازم تاخدي الامور ببساطه كده، مش كويس على صحتك. احنا ما بقناش زي الاول. صعبان عليا نفسي يا رجاء. وايه اللي هتقدري تعمليه؟ اهو محمود زي عبده جوزي بالظبط. كل الفرق اللي بينهم ان عبده بيموت في قعده البيت، وان جبت له سيره الخروج او السفر يرد ويقول لي خروج ايه يا رجاء، خلينا في البيت عايشين اليومين اللي باقيين لنا بسلام. بس انا ما اقدرش على كده يا رجاء، ما اقدرش. يا استاذ محمود، استاذ محمود، ايه في ايه يا خليل؟ عايزينك في البيت حالا. الله، يا ترى ايه اللي حصل؟ انا اسفه يا محمود اني جبتك على ملا وشك كده، اصل نسيت المفتاح وما لقيتش قدامي حل غير اني اتصل بيك من عند احمد جن. حصل خير يا محاسن. ادخلي. بس يعني انت ايه اللي نزلك من البيت؟ ما عايده اتصلت بيا وقالت انها جايه مع الولاد بعد الظهر، فقلت انزل اشتري شويه حلويات وتورته صغيره عشانهم. يعني عايده جايه؟ ايوه. يعني ممكن انزل؟ ممكن يا محمود، بس يا ريت ما تغيبش عشان تشوف الولاد. هي ساعة زمن وهكون هنا على طول. محمود، على فكرة النهاردة هيعرضوا فيلم أيامنا الحلوة في التلفزيون. والله؟ وده كمان شفناه لما كنا مخطوبين برضه؟ لا، كان مكتوب كتابنا ساعتها. رد على التليفون يا محمود قبل ما تنزل والنبي. طيب حاضر. الو؟ ايوه يا بابا، ازيك؟ عايدة؟ الله، انت لسه في البيت؟ دي مامتك حضرت كل حاجة وفي انتظارك انت والولاد. اصل احمد تعب فجأة ومش هقدر اسيبه وانزل يا بابا. ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بيشتكي من ايه؟ سخن وبيرجع. لا الف سلامة عليه يا عايدة. معلش بقى يا بابا، اعتذر لماما وما تخليهاش تزعل مني. حاضر يا عايدة، مع السلامة. انزل يا محمود، انزل وروح لاصحابك. لا، انا هقعد معاكي في البيت. انزل يا محمود، انزل، انا بخير، بس افتكر ترجع بدري عشان نتفرج على الفيلم سوا. طيب تحب نخرج سوا؟ ما تشغلش نفسك بيا يا محمود، ولو حسيت اني عايز اخرج جايز اروح لرجاء صاحبتي.